السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعضنا كده الكيكة بالبرتقال. كوبين برتقال، سكر، 2 كوبايتين دقيق، معلقتين بيكنج بودر، واحدة فانيليا، كوباية زيت. تمام. وهنا طبعا الصينية اللي احنا هنعمل فيها نحط لها كده نبطنها كده بشوية دقيق عشان تطلع معانا وتبقى كويسة. معانا 3 بيضات، نسيت اقول لكم عليها، معلش. طبعا هنحط البيض في البولة دي، ماشي، عشان نعجن الكيكة بتاعتنا. كده حطينا ال3 بيضات مؤاخذة. نحط البرتقال، ماشي، السكر، ومعانا الزيت. كله ده هنضربه في بعضيه. وصفة سهلة خالص والله وبسيطة. انا عندي طبعا المضرب الكهرباء اهو، بس انا حبيت اوريكم ان انا يعني اللي ما عندهاش مضرب كهرباء وكده تعمل عادي بمعلقه، بشوكه، بمضرب يدوي زي كده، عادي ما فيهاش مشاكل. اي حاجه تتعمل مش هتقف يعني على المضرب. وبكده ضربنا المكونات كلها. نحط معانا كوبايه كده، ونحط معلقتين البيكنج بودر، الفانيليا، ونضرب بقى. سهل خالص والله، يعني حاجة بسيطة، واحنا بنتعلم من بعضينا. كيكة البرتقال اللي هي ما فيهاش لبن ولا كده، لو عايزة تحط لها لبن عادي ما فيش مشاكل. نحط الكوباية التانية. تفضلي تقلبي كده علشان ما تكلكعش منك، تبقى جميلة. شايفين ازاي القوام بتاعها؟ ما شاء الله، اكنها يعني معمولة بمضرب كهرباء. دي كفاية كده على طول. هتحتاج مننا معلقتين دقيق تاني.
لان انا هعمل اصلا صينيه كبيره، مش معلقتين معلقتين يعني حسب ما العجين بتاعك بياخد، عادي كل واحد وراحته. كده ما شاء الله القوام بتاعها بقى كريمي خالص. ماشي، اهم حاجة تبقى سايلة لونك، يعني ما يبقاش فيها الدقيق كتير. بسم الله، شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله جميلة. احنا كده صبناها في الصينية كده. ماشي. هنا طبعا مسخنين الفرن من بدري، هنخليها على درجة الحرارة مثلا 160. نحطها في الفرن كده. هنخليها مثلا على نص ساعة، نظبط التايمر كده عشان الوش ما يتحرقش. 160 نص ساعة وهلاقيها استوت ان شاء الله. وبكده نشوف طبعا الصينية ما شاء الله. شايفين القوام بتاعها؟ عشان محطوطة على مية ما شاء الله جميلة اهي. شايفين عاملة ازاي؟ شايفين ما شاء الله اهي، قوامها ممتاز يعني. يلا ما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناة، يا رب يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.